الأصدقاء الأعزاء، مرحبا. لا يكاد يمضي يوم إلا ونسمع أخبار سقوط المزيد من الضحايا بين المقاتلين الكرد، سواء في مناطق الرقة أو مناطق أخرى، وقبلها أيضا في كردستان تركيا. يعني بات من حق المرء أن يتساءل: طيب، لماذا كل هذه التضحيات؟ وما هي العوائد السياسية لهذه التضحيات؟ طبعا أنا أقصد بذلك حزب العمال الكردستاني، تجربة حزب العمال الكردستاني العسكرية، بخاصة أنه الحزب بعد اعتقال زعيمه عبد الله أوجلان في عام 1999 يعني تبنى مشاريع جديدة قائمة بالضد من الأساس الأيديولوجي والقومي الذي تأسس عليه حزب العمال الكردستاني، وهي الطروحات والأفكار والمشاريع القومية، مشروع الدولة، مشروع كردستان، كل شيء لأجل تحرير جزء من الوطن من كردستان. هذا كان شعار الحزب. لا يوجد شيء أسمى وأشرف من الحرية والاستقلال. هذا أيضا كان شعار الحزب، وكان شعار الجريدة المركزية للحزب. أصلا الجريدة المركزية للحزب كان يعني اسمها سرخبون، يعني الاستقلال. وبالتالي الحزب الآن لا يتبنى هذه الطروحات، مش بس لا يتبناها، يحاربها. يعني الحزب يحارب الأفكار التي تأسس عليها. كثيرون ينتقدونني أنه أنت كنت تتبنى هذا الطرح وتدافع عن حزب العمال الكردستاني، والآن تنقلب على نفسك. يعني المشكلة لست أنا من انقلب على نفسه، ومن طبيعة الأمور الناس تتغير، الأفق تتسع، الأفكار تتغير، لكن من انقلب على نفسه هو الحزب نفسه. وحزب العمال الكردستاني انقلب على المبادئ والأسس التي بناء عليها تأسس وبدأ كفاحه المسلح في 1984. هو تأسس في 1978 وباشر الكفاح المسلح في 1984. الآن يعني بات من الطبيعي أنه يتساءل المرء، يعني ويفترض أن يتساءل المرء، وخاصة النخب المحيطة بهذا الحزب. يعني لماذا يقاتل حزب العمال الكردستاني؟ ما هي القضية التي تستحق إراقة كل هذه الدماء؟ فهمنا يعني من عام 1984 وحتى الآن، أو حتى عام 1999 و2000 كمان، كان هنالك شعار كردستان، تحرير جزء من كردستان، والدولة المستقلة، والفكر القومي، والمشروع القومي. طيب الآن ماذا يوجد؟ الآن يوجد شيء آخر. هذا الشيء الآخر الذي يتبناه ويطرحه ويفرضه الحزب على الناس، هل يستحق كل هذه الدماء، كل هذا العنف، كل هذه التضحيات؟ ليس في كردستان تركيا فقط، إنما في كردستان سوريا. يعني منذ بدء الأحداث في سوريا ولا يوجد هناك إحصاء دقيق لعدد الضحايا، لكن باستطاعتي القول أنه ما لا يقل عن 5000 مقاتل ومقاتلة فقدوا حياتهم في المعارك التي لا علاقة للكرد فيها. أصلا وحدات الحماية الشعبية، إذا عدنا إلى الوثائق، هي تأسست لحماية المناطق الكردية وليس للقتال في الرقة، وغدا في دير الزور، وبعد غد ربما في منطقة أخرى. هي لحماية المناطق الكردية وضبط الأمن وما إلى ذلك. هي ليست لمحاربة تنظيمات إرهابية تكفيرية
مهمة العالم الغرب، حلف الشمال الأطلسي، محاربة هذا التنظيم، وليست هي مهمة الكرد بالدرجة الأولى. يعني أن نزج الكرد في معارك في الدفاع عن النظام الأسد وفي محاربة الإرهاب والتطرف الإسلامي. عموما يعود السؤال المفصلي والمركزي والأساسي الذي يتهرب منه أنصار ومؤيدو ومثقفو الحزب: لماذا يقاتل حزب العمال الكردستاني؟ ما هي مبررات هذا القتال قياسا على وثائق الحزب القديمة والجديدة؟ الوثائق القديمة عرفناها فهمناها، أما الوثائق الجديدة واقع الحزب هل يستوجب؟ هم الآن يطرحون مشروعا لا علاقة له بالفكر القومي وبالمشروع القومي، على العكس وبالضد، ويشيطن المشروع والفكر القومي. عندما تناقش أنصار الحزب ومثقفيه ومؤيديه يقولون لك لا، الحزب يمارس يعني التقية، يقول شيء ويفعل عكسه، يقول أمة ديمقراطية لكنه في الأساس حزب قومي ولديه مشروع قومي، ويقول إدارة ذاتية ديمقراطية لكنه في الأساس لديه مشروع دولة، ويؤسس دولة، يسعى إلى تأسيس دولة. هذا ما يقال أو في سياق الرد على الانتقادات والاستفسارات السالفة الذكر. لكن هؤلاء لا يكلفون أنفسهم، يعني أصدق من؟ هل نصدقهم هم وتأويلاتهم أم نصدق وثائق الحزب؟ يعني هنالك وثائق للحزب منشورة وتؤكد بالدليل الدامغ زيف الدعاية الديماغوجية التي يمارسها الحزب على أنصاره، يعني الأغاني والأهازيج التي تحرض على القتال والكفاح، ويعني يكون فيها كثير من الشعارات: تحرير كردستان، الاستقلال، الحرية، في كل هذا الكلام على مسق، يعني على مستوى الدعاية التحريضية للقتال والكفاح والمسائل هي، لم يتغير حزب العمال الكردستاني على يعني لجذب المقاتلين وللعب بعواطف الناس والتأثير عليهم في الإعلام وعن طريق التلفزة وعن طريق الأغاني والأهازيج والمسائل الإعلامية هذه. لكن على مستوى الأيديولوجي والعقائدي وعلى مستوى الوثائق، يعني هنالك الكثير مما يدين الحزب من وثائقه ويفند كل هذه التأويلات والضحك على اللحى والخداع والتضليل الذي يمارسه إعلام الحزب والموالون إليه. لكي نجيب على تساؤل لماذا يقاتل حزب العمال الكردستاني، هل فعلا لديه مشروع قومي؟ هل فعلا يسعى إلى تحقيق الدولة كما يقول في أغانيه والأهازيج الشعبية وفي حفلات تأبين الشهداء لاستقطاب المزيد من الشهداء؟ هل فعلا هذا الشيء حقيقي؟ ماذا تقول الوثائق؟ ماذا تقول وثائق الحزب؟ ماذا تقول وثائق الجناح العسكري للحزب، قوات الدفاع الشعبي الكردستاني في هذا الخصوص؟ أنا رجعت إلى الوثائق وسأبرز لكم 6 وثائق وسأناقشها كل وثيقة على حدة. هذه وثائق موجودة ومنشورة في الموقع الرسمي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني، وسأنشر الرابط أيضا، رابط الوثائق، واحتفظت بها وصورتها كمان، لأنه ربما أنصار الحزب أو طاقمه الإعلامي يسعى إلى تغيير أو تعديل ما هو موجود، لكن الأصول موجودة لدي. يعني الأصول كما أرشيف سرقبون كله نزلته من عام 1982 وحتى
نهاية 2016 بحدود يعني أكثر من 450 تقريبا 450 عدد من الجريدة نزلته عندي، كله محفوظ، كله موجود. كذلك الوثائق هاي الآن التي سأعرضها هي أيضا يعني محفوظة لدي، وسأناقشها الآن. حزب العمال الكردستاني في مؤتمره الثاني عام 1982 اتخذ قرار البدء بالكفاح المسلح، وبدأ يحضر للدعاية المسلحة بين الناس، ويشكل المجموعات ويشكل قوى عسكرية. هذه القوى العسكرية أطلق عليها اسم هيزن رزقاريا كردستان، قوات تحرير كردستان هاراكا. هذه القوات يعني استقطبت عددا كبيرا من المقاتلين بعد الكفاح المسلح في بدء الكفاح المسلح في 15 آب 1984. وفي المؤتمر الثالث للحزب عام 1986 تم تغيير اسم الجناح العسكري، أنه خرج من إطار أنه هي مجموعة قوات إلى الجيش. بدأ الحزب يضع يعني تشكيل قوة عسكرية قوامها قوام الجيش، صحيح يمارس حرب عصابات لكنه من حيث العدد جيش، يعني هو مثل كل حركات اليسار في العالم. فتم تغيير اسم قوات تحرير كردستان إلى الجيش الشعبي لتحرير كردستان، ارتشا رزقاريا جالي كردستان آرجاكا، كان اختصار الاسم ARGK. بعد اعتقال أوجلان في 1999 و2000 ومحاكمته، وبدأ الرجل يطرح أفكار جديدة ويغير من استراتيجية الحزب وأهداف ومشروع الحزب، تم تغيير هذا الاسم إلى قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، من قوات تحرير، من جيش تحرير تراجع إلى الاسم إلى القوات، وتغير مفهوم التحرير أو هدف التحرير إلى الدفاع، جيش التحرير الشعبي الكردستاني وقوات الدفاع الشعبي الكردستاني هاباجا أو HPG. والوثائق اللي أمامي كمان تقول ذلك، ومنشورة لمن يريد أن يتقصى ويتحرى ويتأكد من ذلك مما أقوله الآن. الآن أمامي وثائق، 6 وثائق أخذتها من الموقع الرسمي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني. سنحاول مناقشتها معا لكي نعرف لماذا يقاتل حزب العمال الكردستاني. هل فعلا لديه مشروع قومي؟ هل فعلا لديه يعني مثل ما يقول الأنصار كردستان وتحرير وهي التأويلات؟ ماذا تقول الوثائق وماذا يقول أنصار أو أنصاف أو 4 أنصار حزب العمال الكردستاني عندما يحاولون التماس الأعذار للحزب؟ الوثيقة الأولى تعريف قوات الدفاع الشعبي الكردستاني. هي الوثيقة الأولى. قوات الدفاع الشعبي بالكردية هي زين بقراسناقل، وأصل التسمية أو اختصار التسمية هاباجا HPG. هو الجيش الوطني الطوعي للشعب الكردستاني. طبعا هو ليس يعني هو جيش حزبي وليس جيش وطني، وجيش تابع للحزب. يعني في هذا مفهوم الجيش الوطني عندما تشترك كل القوى السياسية في هذا الجيش، وهو
لا يكون مواليا لجهة سياسية أو جهة حزبية معينة. كيف هو جيش وطني؟ مفهوم الوطنية هو جيش حزبي وليس جيش وطني يعني، والوثائق تؤكد ذلك. يعني التعريف الأول خاطئ وليس في محله. يستخدم تكتيكات الجيريلا الأنصار في حربه الدفاعية، أو ما يسمى بحرب الكر والفر. يعني خلاص مفهومة، يعني حرب الأنصار، حرب العصابات. يستمر التعريف يعني: بعد المؤامرة الدولية المنفذة بحق القائد عبد الله أوجلان وتغيير الاستراتيجية التي كان يتبعه الحزب، حزب العمال الكردستاني، تغير اسم التنظيم العسكري المحارب في كردستان إلى قوات الدفاع عن الشعب، هيزن باراستناغل، حيث تسلم ميراث جبهة تحرير كردستان آرجكا. وهون في خطأ، وهي مش جبهة تحرير كردستان، هي جيش تحرير كردستان آرجكا وليست جبهة. وأصبح بذلك وريثه الشرعي الذي يتولى العمليات الدفاعية. لا، آرجكا كان يتولى العمليات الهجومية وليس العمليات الدفاعية. آرجكا شيء وهابجا شيء آخر وفق تغير الاستراتيجية. يعني آرجكا كان يهاجم بهدف التحرير، هابجا يدافع أو يهاجم بهدف الدفاع. وأصبح بذلك الوريث الشرعي الذي يتولى العمليات الدفاعية إذا ما تعرض الشعب الكردي أو حركته لأي هجوم من قبل أي قوة. يعني لا يحدد، يعني هذه القوات وظيفتها إذا ما تعرض الشعب الكردي أو حركته، المقصود حزب العمال الكردستاني، أو حركته لأي هجوم من قبل أي قوة، ستحمي الشعب وقيم الثورة والإنجازات التي تحققت بدماء الشعب. يعني هذه القوات من حيث المبدأ هي يعني هذا الهدف لا يتوفر إلا في الجيوش النظامية اللي تمتلك دول. وظيفة هذه الجيوش الدفاع عن الدولة وأمن واستقرار المواطنين وما إلى ذلك من أي اعتداءات خارجية. لكن هذه القوات ليست لديها أساس جغرافي، كيان سياسي جغرافي لكي يعني تحافظ عليه. يعني من حيث المبدأ هو هذا المبدأ الجيوش النظامية، لكن القوات تقول بأنها قوات أنصار وقوات دفاع شعبي وكر وفر من يعني ما إلى ذلك. قوات الدفاع الشعبي. وعلى تراكم الميراث التاريخي لجبهة تحرير كردستان أيضا غلط. جيش تحرير كردستان آرجكا يملك الكثير من التجربة في الفنون العسكرية وعلى خبرة في القتال مع الدول المستعمرة لكردستان. برز ذلك في الحرب التي دارت لمدة 30 سنة مع الدولة التركية وبعض القوات الأخرى. القوات الأخرى مين القوات الأخرى؟ هل يقصد الديمقراطي الكردستاني وقد دخل في معارك وحروب مع الديمقراطي الكردستاني؟ هل يقصد الاتحاد الوطني الكردستاني وقد دخل العمال الكردستاني في حروب ومعارك مع من يقصد بالقوات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط؟ القوات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وهي قوات، يقصد يعني التعريف، هي قوات خفيفة متحركة تستخدم الجبال الوعرة في جغرافية كردستان وتتخذ من هذه الجبال أساسا في حماية نفسها وتأمين البنية التحتية الكفيلة باستمرارية الثورة الشعبية. أي ثورة شعبية؟ استمرارية الثورة الشعبية، أي ثورة شعبية؟ يعني هل بقي شيء اسمه ثورة شعبية لدى حزب العمال الكردستاني؟ لم يبقى شيء اسمه ثورة شعبية. ثانيا، الثورة الشعبية يعني أي جناح مسلح يهاجم، هذا من جهة. اثنين، هدفه التحرير. الثورة الشعبية هدفها شو؟ الإدارة الذاتية الديمقراطية. الثورة الشعبية التي هذا المصطلح الذي كان يستخدم فيما سبق يعني كان لأجل تحرير كردستان، لأجل استقلال كردستان.
الآن لا يوجد شيء من هذا القبيل، هذا الشعار صار طي الماضي وصار شيء من التخلف والعصبية والتشنج. يعني في تعريف قوات الدفاع الشعبي الكردستاني لا يوجد كلمة واحدة تدل على أن هدف هذه القوات هو تشكيل كيان كردي مستقل، هو تحرير كردستان، هو تحرير 10 أو 100 متر مربع من أرض كردستان. لا يوجد شيء، لا يوجد ما يؤكد تأويلات وتفسيرات مناصري حزب العمال الكردستاني. الوثيقة الثانية هي كل قوة، كل جيش له منهج، له عقيدة. أيضا في هذه الوثيقة، وهي وثيقة تتعلق بالمنهج والعقيدة في قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، مأخوذة من الموقع الإلكتروني، بإمكان الكل أن يحصل على هذه الوثيقة. ماذا تقول؟ قوات الدفاع تتخذ من أفكار القائد عبد الله أوجلان نهجا سياسيا وطرازا للحياة. كل أعضاء هذا التنظيم على معرفة وفهم بهذه الأفكار، وهم متطوعون للنضال لأجل أفكار عبد الله أوجلان، وهم متطوعون للنضال لأجلها دون أي مقابل فاصلة. المقاتلون في قوات الدفاع يعيشون طوعا حسب هذه الأفكار والتوجهات ويلتزمون بتطبيقها على أرض الواقع. يعني هذا تعبير واضح. أنه ماذا يقول عبد الله أوجلان حاليا؟ عبد الله أوجلان حاليا يقول أنه الدولة القومية شيء متخلف، وعلى الأكراد تبني أطروحات جديدة، أفكار جديدة، مشاريع جديدة، هي الإدارة الذاتية الديمقراطية. إذن قولوا نحن نحارب ونقاتل ونبذل كل هذه الدماء من أجل الإدارة الذاتية الديمقراطية، حتى في أغانيكم، حتى في شعاراتكم، وليس فقط في الوثائق. يعني الآن المؤيدين لحزب العمال الكردستاني هل يعودون لهذه الوثائق؟ هل يعودون يعني منهج وعقيدة قوات الدفاع الشعبي الكردستاني؟ هل يعني هذه وثيقة؟ هل يعودون؟ لا يعودون. يعني الناس البسطاء ينصتون إلى الأغاني والأهازيج التي تدغدغ العواطف وتهيجها. أما بعض المثقفين فهم عبارة عن يا إما مدعي ثقافة، يا إما مساهمين في عملية التضليل، و يعني متورطين في خداع للشعب، خداع الشعب لتحقيق غايات يعني شخصية وما إلى ذلك. تملي هذه العقيدة على المقاتلين حياة متواضعة بعيدة عن السلطة والمال والمصالح، كما تحمل العلاقات الرفاقية المبنية على أسس التعاون ورفعة الإنسان بعيدا عن العلاقات التقليدية السائدة في المجتمع بين الرجال والنساء أهمية بالغة في حياة المقاتلين. على فكرة يعني الترجمات جدا ركيكة، جدا ركيكة، وكأنه هاي المؤسسة اللي يعني بتعتبر نفسها جيش، وما في واحد يضبط لهم هالترجمات الركيكة المنشورة في موقعهم الرسمي. كل هالملايين اللي بيصرفوها خليه يبعتوها لطه خليل، طه خليل، نواف خليل، يضبط لهم هالترجمات الركيكة التي يعني الجمل مشتبكة، لا ترقيم، أقطاع نحوية وإملائية، شيء كارثي. فيبعتوها يعني المثقفين اللي يبعتوها لحليم يوسف، يبعتوها للي بيتقاضوا رواتب لقاء عملهم في مؤسسات هذا الحزب، خليه يراجعوا ويضبطوا هالكوارث هي. يعني يؤمن كل مقاتل بحقانية الحياة الاشتراكية، يعني بحقيقة أو حقانية الحياة الاشتراكية، وبنبذ التسلط والهيمنة القومية والطبقية والجنسية
كما يولي أهمية كبيرة للون المرأة في القيادة والحرب والحياة. يؤمن كل مقاتل بحقانية الحياة الاشتراكية، وينبذ التسلط والهيمنة القومية والطبقية والجنسية، لكن هذا المقاتل مؤمن أيضا بالهيمنة الحزبية التي يمارسها الحزب على أكثر من صعيد وبشتى الوسائل والأدوات. عموما هاي الوثيقة أيضا المنهج والعقيدة لا يوجد فيها أي شيء، أي عبارة تلمح، مو بس تفصح وتؤكد، تلمح أنه حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري يسعى إلى تحقيق دولة أو لديه مشروع قومي أو ما شابه ذلك مما يقوله الموالون. الوثيقة الثالثة الهدف. هذه القوات إلى ماذا تحدث؟ الآن وصلنا إلى الوثيقة الأولى كانت التعريف، الوثيقة الثانية المنهج والعقيدة، الوثيقة الثالثة هي الأهداف. أي حزب، أي حركة، أي قوات عسكرية تقاتل ينبغي أن يكون لديها أهداف. هلا خلونا نشوف شو هي أهداف قوات الدفاع الشعبي الكردستاني. أيضا أخطاء، يعني يهدف قوات الدفاع الشعبي إلى الكردستاني كمان مذكورة، قوات الدفاع الشعبي إلى بناء مجتمع ديمقراطي بيئي متحرر جنسيا ويكرس كامل طاقته في سبيل هذا الهدف ويحمي المسيرة التحررية للشعب الكردي. مثل ما يقولون الأخوة العراقيين، يابا هذه أهداف منظمة مجتمع مدني، هاي مانا أهداف قوات عسكرية وجيش ومقاتلين وما ولا. يعني شو تهدف قوات الدفاع الشعبي إلى بناء مجتمع ديمقراطي بيئي متحرر جنسيا ويكرس كامل طاقته في سبيل هذا الهدف ويحمي المسيرة التحررية للشعب الكردي. شو يعني يحمي المسيرة التحررية في الشعب الكردي؟ يعني تعبير فضفاض، تعبير فضفاض ومفهم ومش معروف له الراس من أجر. يعني اثنين أو الفقرة الأخرى، قوات الدفاع الشعبي HPG ليست تهديدا لأي قوة أو دولة، بل هو الجيش الذي يحمي الشعب الكردي في حال تعرضه للمجازر والقتل والممارسات التعسفية أو ما شابه ذلك من حملات الإنكار حملات الإنكار التي يتعرض لها الشعب الكردستاني. طيب، هذه القوات وفق هذه الوثيقة أهداف ليست تحديدا لأي قوة. شلون ليست تحديدا لأي قوة؟ ليست تحديدا للجيش التركي، وجودها في كردستان ألا يعتبر تهديدا؟ وجودها في سوريا ألا يعتبر تهديدا؟ وجودها في إيران ألم يكن يعتبر تهديدا؟ ما هذا الكلام؟ ليست تهديدا لأي دولة أو قوة، بل هو الجيش الذي يحمي الشعب الكردي في حال تعرضه للمجازر. يعني إذا هذا الشعب تعرض للمجازر وارتكبت بحقه المجازر ما جدوى هذه القوات أصلا. يعني بعد تعرض الشعب للمجازر ستأتي هذه القوات وتحميه، وهذا يعني ما صار وسوق له في منطقة شنغال عندما تعرض الأخوة الإيزيديين إلى الإبادة الجماعية الجينوسايد من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وصارت استثمار القضية الإيزيدية. وكما أنتم يعني كما هو معروف، حزب العمال الكردستاني أعلن عن كانتون تابع له في منطقة شنغال. كيف هو ليس تهديد يعني لأي قوة ولأي دولة؟ طيب،
طالما هو ليس التهديد لأي قوة أو أي دولة. لماذا يعني أنصاركم يقولون أنه مشروعنا قومي ونهدف إلى الدولة يعني الدولة هي تهديد للكيانات الموجودة، يعني تركيا، سوريا، العراق، إيران، أنتم لا تهددون هذه الدول. طيب على أي أساس أنتم حركة تحرر وطني؟ على أي أساس أنتم لديكم مشروع قومي كما تروجون له؟ أصدقكم أم أصدق هذه الوثيقة أهداف قوات الدفاع الشعبي الكردستاني؟ هذه القوات تلتزم في حربها الدفاعية باستراتيجية الدفاع المشروع التي طرحها القائد عبد الله أوجلان في مرافعاته، حيث أن هبج لا يستهدف، يكرر، هذه القوات لا تستهدف أو تهدد أي قوة أو دولة وتتخذ من أخوة الشعوب أساسا لها، لكنها لن تقف ساكنة بحق الممارسات التي قد يتعرض لها الشعب الكردستاني، حيث تجد هذه القوات من حقها دفاع عن شعبها وقيمهم والمستوى الذي حققته ثورة التحررية الكردستانية بقيادة حزب العمال الكردستاني، ثم يقولون لك جيش وطني بقيادة حزب العمال الكردستاني وشهداء الحرية منذ 30 عاما. هذه الوثيقة أيضا تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن هذا الحزب لا يمتلك أو لم يعد يمتلك أو أصلا لم يكن يمتلك مشروعا قوميا لتشكيل كيان كردي. فعلى ماذا يعول أنصار الحزب؟ أنا أتمنى أن يردوا على هذه الوثائق بوثائق، يقولون لا يا هوشنج أنت تفتري علينا وأنت تتفوه بكلام باطل لا أساس له وإليك وثائقنا. أتمنى منهم أن يردوا الوثيقة بالوثيقة، القرينة بالقرينة. طبعا لدي 3 وثائق أخرى سأناقشها في المرة القادمة، هي أيضا تتناول الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، قوات الدفاع الشعبي الكردستاني. الوثيقة هذه 3 وثائق. الوثيقة الرابعة مبادئنا في الاشتباك والمعارك، مبادئ هذه القوات. الوثيقة الثانية قوانين استخدام الأسلحة. الوثيقة الثالثة التعامل مع المدنيين والأسرى.